اللي يقول لك سرك في بير ما تصدقوش، لان حتى البير بيفضح الاسرار. تعالوا نسال سيدني سميث في القليوبيه سنه 1917 والفلاح اللي كان قاعد قدام بيته، وحكايه الثلاث طلقات والطب الشرعي وازاي البير فضح السر. اهلا بيكم في حكايه جريمه من مصر القديمه. حكايتنا بدأت بعثور الشرطة على عظم في بير قديم كلفت الدولة بتنظيفه سنة 1917 عشان الناس تشرب منه في قرية بمحافظة القليوبية. أرسلها فريق البوليس لمصلحة الطب الشرعي في القاهرة لفحصها. الطبيب الشرعي اللي تولى فحص العظم ده كان سيدني سميث، أول كبير الأطباء الشرعيين في مصر سنة 1928 مصر الملكية. الشرطة ما شكتش جنائيا في العظم ده، لكنها بعتته لمعمل الطب الشرعي كإجراء روتيني وقتها لتحديد نوعه، هل هو الإنسان ولا الحيوان. بعد 7 أيام من الفحص والتدقيق كتب طبيب الشرعي تقرير خطير كشف لغز جريمة مرت عليها 3 شهور، وظن الجاني انه فلت من العقاب لما رمى العظم في البير القديم. التقرير حدد ان العظم الفتاة قصيرة نحيلة. تقرير فحص خطير ودقيق اظهر فيه الطبيب الشرعي براعة وذكاء. منح الشرطة خيط تدور بيه في القرى المحيطة على البير على بنت مفقودة فيها نفس المواصفات اللي جت في التقرير. بعد التحريات والبحث والتقصي وصلت الشرطة ان في بنت عندها 24 سنة اختفت من قرية مجاورة من كام شهر، وكانت متجوزة، ولما اتطلقت رجعت لبيت ابوها وعاشت معاه هي وابنها الصغير. الشرطة وصلت لابو البنت دي، ولما سألته ارتبك وتردد وجاوب اجابات متناقضه في اقواله، فتم طبعا ضبطه واتهامه بالقتل. وبعد شويه انهار تماما وحكى القصه. قال انه كان قاعد على الارض قدام بيته وبينظف سلاحه، وكانت بنته واقفه قدامه تماما، وما كانش يعرف ان البندقيه فيها طلقات خالص. وفجأة طلعت كام رصاصة أصابت البنت، وحاول علاجها لكنه فشل، وماتت منه بعد أسبوع من الواقعة، وخبى الجريمة وألقى الجثة في البير. طبعا البير كان غير مستخدم وكان من سنوات، وبعد أيام في نص الليل نزل طلع بقايا الجثة المتحللة ورماها في نهر النيل، لكنه نسي ال3 عظمات دول اللي تم العثور عليهم، واعتقد انه اخفى كل أدلة الجريمة، لكنه لسوء حظه وقعت العظمات ال3 في ايد سيدني سميث الطبيب الشرعي الشاطر. كانت تحتوي على كل شيء قدر من خلاله يفك لغز الجريمة. فسر الطبيب الشرعي تقريره وانه ازاي قدر يوصل لفك اللغز ده ويدي الشرطة خيط توصل بيه للقاتل في كتابه قارئ الجثث اللي ترجمه زميلنا مصطفى عبيد، وهو ان العظم اللي عثرت عليه الشرطة شكل حوض كامل للجثة، وحدد من خلاله نوع، وعرف ان البنت قصيرة وخفيفة، وقدر كمان يحدد عمرها الحقيقي. ولما لقى أنسجة ناعمة ملتحمة في العظم استنبط من خلالها انها ماتت من 3 شهور بس. لا، وكمان ده لقى رصاصة مستقرة في عظم الورك اليمين، عرف من خلالها انها اتقتلت بالرصاص واتصابت تاني يوم. حدد كمان انها اتقتلت من بندقية، وده اللي خلى الشرطة تواجه الأب بالتفاصيل الدقيقة دي، وانهار واعترف وقال إنه ما استعنش بطبيب لعلاج بنته خوفا من ضبطه لحيازة سلاح غير مرخص. طبعا دقة التقرير عززت رواية الأب وأكدتها تماما، لأنها حددت بدقة إزاي وإمتى اتقتلت البنت، وده اللي نفى عنه تهمة القصد الجنائي في القضية دي، لكنه اتحاكم بتهم تاني وتمت معاقبته. ما بين العظم واشلاء الجثث وفوارغ الطلقات، سيدني سميث اسس لطب شرعي علمي متطور لعمل الطب الشرعي في مصر، وكشف حكايات مثيره ومدهشه عن القتل، تركه قابيل اللي هتفضل تطارد البشريه الى الابد. انتظرونا في جريمه جديده من مصر القديمه مع فتحي سليمان.